تعالي اقولك على شوية حاجات تشتغلي عليها السنة دي. انا اشتغلت عليها السنة اللي فاتت، فرقت جدا في ثقتي في نفسي. اول حاجة اني ركزت اني انا اسمع نفسي، يعني ده خلاني محترمة نفسي، محترمة مساحتي الشخصية، محترمة الحاجات اللي انا بفكر فيها وبيبقى نفسي اعملها. بالتالي اخر حاجة هتحصل معاكي هو انك تيجي على نفسك عشان تعملي حاجة. ببساطة انت بتبقي عارفة انت بتعملي ايه بالظبط وليه عايزة تعملي ده. وهنتكلم بثقة في النفس، فهنتكلم اكيد في حب النفس. فانت ازاي تقدري تحكمي ان انت بتحبي نفسك لو انت مش بتسمعيها كفاية، مش بتهتمي بيها، مش بتبقي عارفة هي عايزة ايه وتعمليه لها فعلا، حتى لو في حاجات بسيطة. انا وصل معايا الهوس ان انا اسمع نفسي لدرجة ان انا كل يوم الصبح اسأل نفسي نفسك تشربي ايه دلوقتي، نسكافيه ولا قهوة؟ وبسأل نفسي بصيغة اللي هو انت ايه اللي هيبسطك لو عملتيه، ايه اللي انت نفسك تعمليه دلوقتي وبعمله. بطلي تكروتي على نفسك حاجات كتير بتفكري فيها، زي مثلا نفسي افطر بيض بس مفيش بيض فهاكل اي حاجة وانا متقدرة، او في بيض وانا مكسلة اعمله. بطلي تستسهلي في حق نفسك. لو نفسك دي شخص انت بتحبيه، انا متأكدة مليون في المية انك مش هتفكري مرتين قبل ما تعملي اللي يرضيه. في بوينت في النقطة دي هقولها لكم في اخر الفيديو، فركزوا معايا. تاني حاجة، اوعي تتناسي انك تركزي فيها عشان تحسيني صلتك بنفسك وعشان تكوني عندك ثقة بالنفس، هو انه ارجوكي بطلي تهتمي بآراء الناس، وبهتم بس بآرائي انا عن نفسي. ركزي اكتر حاجة فانا شكلي عاجبني ولا لا. الناس دول، ارجوكي ارجوكي الناس دول عاجبني يكونوا في حياتي ولا لا. بقيت قبل ما اقابل ناس جديده او انصر ان انا اتعرفت بناس، بفكر في اول حاجه مش انا لطيفه ولا لا، مش انا بتعامل معاهم بطريقه حلوه ولا لا. لان اول حاجه انا مهذبه نفسي اتعامل بطريقه كويسه، فانا واثقه في الطريقه اللي انا بتعامل بيها. بس تاني حاجه واهم حاجه، انا مرتاحه للاشخاص دول يكونوا في حياتي ولا لا. انا مرتاحه لكلامي معاهم، انا مرتاحه للطاقه اللي هم بيدوها لي، انا مرتاحه لوجودهم. انا بعرف انا مرتاحه ولا لا قبل ما اشوف هم مرتاحين لوجودي ولا لا. فقبل اي خطوه بتحصل لازم اسمع انا رايي عنها ايه. لو بنتكلم في حاجات ليها علاقه بالناس اللي حوالينا، فاحنا محتاجين الاول نتكلم في حاجات ليها علاقه بتفكيرنا. اي معتقد او راي في دماغي بلا منطق ملوش مرجع، انا على طول بنفيه وبحاول استبدله باي حاجه تانية اكون انا مقتنعه 100% فيها. افكاري دي جايه منين، وليه بفكر بالشكل ده، وليه بتكلم بالشكل ده، وليه ده مظهري، وعاجبني ولا لا، وحسنه بانهي شكل، لو مناسب ليا دلوقتي اعمله ولا لسه هاخد خطوات. كل الكلام ده على قد ما هو يبان صعب، بس صدقيني الموضوع ده بيتاخد كده. طول ما انا بعمل حاجه انا بفكر، مش بعمل حاجة بعشوائية. وهنا انتي بتحسني من نفسك وانتي مش حاسة. انا طول الوقت بفكر في انا بعمل ايه، انا بس دخلت في روتيني العادي شوية فكر. تالت نقطة عملتها ومش بس فرقت في راحتي النفسية، انتي هتحسي بنفس الفرق ده وانس انك تفكري بنفس الشكل. مش بحيط نفسي بأي شخص انا 1% حاسة ان انا مش مرتاحة. عارفين في اشخاص بنبقى حاسين ان هم تمام قوي وطيبين من جواهم وبنعرف نتعامل معاهم حلو، وفي اشخاص بنحس ان هم طيبين وبنحس ان هم الله لذاذ وقعدتهم حلوة، بس بيبقى في 1% كده فكر جوه دماغك ان انا الشخص ده معرفش اكون قصاده بطبيعتي 100%. هو بقى الشخص ده اللي انا جاي اتكلم عنه. كل الحاجات دي بتصب في ان انا كوني بحب نفسي وبعملها الحاجات اللي تريحها وبسمعها، بالي انا بثق في نفسي. ايه الحاجة اللي هتخليني واثقة في نفسي؟ ان انا بعمل حاجات اللي انا عايزة اعملها. اخر حاجة حابة اقولها واللي كنت بقول لكم عليها في اول الفيديو، هو ان علاقتك بنفسك وعلاقتك بربنا حاجات عمرك ما هتبكي عليها. عمرك ما هتقولي انا عملت لنفسي كذا وهي ما قدرتش، عمرك ما هتقولي انا صليت وربنا ما عملش. عمرك ما هتخسري نفسك، وعمرك ما هتخسري كل الحاجات اللي انت بتعمليها في حق نفسك. بس كده، لو عايزين فيديوهات من كده اكتر قولولي وانا هعمل لكم اكيد. وبس كده، شكرا.